Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers in Islam, today is the 23rd day of May 2025. I am going to Jum'ah in Mosque of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you watch, I am stepping into the mosque. This is about some minutes after 12 here, and inshallah in a short while we will do Jummah prayer. For the first time of all my Hajj, praying Jummah in Prophet's Mosque in Medina. This is my first time of praying Jummah in Mosque of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So brothers, you can join us in the prayer. Pray for us as I am praying for you, all members of Islamic Calling Family, Imo State, Islam in Igbo land, yes, Igbo and Muslim, yes, all Muslims in Nigeria, all Muslims in the whole world, the federal government of Nigeria, state government of Imo State, local government, Owerri North local government, Oji Orata Owerri, Uma Sonyoji, Uma Ojebulam, all friends and well-wishers, I am praying for all of you today. May Almighty Allah accept your prayers. May Almighty Allah ease your burdens. Almighty Allah knows all our burdens. May He solve it for you. As you're watching me, I'm praying for you, and Allah will answer our prayers, inshallah. Muhammad Kabir or Jebulam. This is the little I have to say now. This is Prophet's Mosque, like I said. You can see everybody rushing into the mosque now. You can see. You can see. Can see. Inside the masjid is filled already. You can see. Inside the masjid is filled. So I think we are going to pray outside because I came a bit late. They have locked the gates, the entrances of the masjid. Okay, let me walk down and see. May Allah accept all our prayers. May Allah accept all our prayers. I think some gates are still open, so I'll find myself inside, inshallah. Just let's see how this will be. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العمر كلمة الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، طاعة الله خير من والجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاتقوا الله فيما أمر وكفوا عما نهى عنه وزجر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم
أقرب إلى الله بشيء أحب إليه من علم يهتدي به العبد في عبادته. وقد سخر الله لكم الوسائل وهيأ لكم الظروف المناسبة، فلا عذر لأحد في عدم تحصيل العلم، فكل الوسائل متاحة والحجة قائمة. أيها الناس، إن تعلم أحكام الحج جزء من أدائه، بل هو شرط في صحته واستيفائه، فاحرصوا على تعلمها عن صحيح من العلماء المعتبرين ومن الجهات المعتمدة، حتى تؤدوا مناسككم على الوجه المشروع، ويسر الله لكم ما لم ينزل لمن قبلكم وسائل التعليم ومنصات التوجيه والإرشادات المصورة بلغات متعددة، فهل بعد هذا من عذر؟ وهل ومثل ضيوف الرحمن فإن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الحج والعمرة قد أطلقوا عبر منصات دعوية جميع الخدمات التي تحتاجها الوسائل من التوجيهات العلمية المعتمدة على الكتاب والسنة النبوية والإرشادات الأمنية والصحية والوسائل المساعدة والإجراءات النظامية وغير ذلك، فاستفيدوا منها واعتمدوا عليها. تقبل الله منكم. ضيوف الرحمن، حجاج بيت الله الحرام، زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أكرمكم الله ومن عليكم بزيارة المدينة المنورة طيبة القديمة الدار والإيمان، مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومأواه ومقامه ومسكنه ومثواه، أفضل البقاع وأحب البلاد إلى الله بعد مكة، فاعرفوا قدرها وفضلها وعظموا شأنها وراعوا حرمتها واستشعروا رحمتها وتأدبوا فيها بأسر الآداب واحترمتها بحرمتها ومن الاحتياج بها، وتذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام، فمن أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا نصر. رواه مسلم. ألا وإن الله أكرمكم بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسس على التقوى وهو أعظم وأفضل الأرض، ولهذا فيه مضاعفة على العبادة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه. يا من شرع الله زيارة المدينة المنورة، يا سائر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وحافظ على الهدوء وسكينة
بالله